السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ومرحبا بكم معايا من جديد. اليوم كما راكم تشوفوا في الصور رايحين نحضروا وصفه الدواره بلاصوص بالحمص. يعني غادي ما نطولش عليكم بزاف، تجي شابه وبنينه وتجي عاقده. نروح مباشره لطريقه التحضير. عندي بصله مقطعه رقيق ولا مربيه كما تبغي نتيا، قليتها في شويه زيت، ما كثرش باسكو راكم عارفين بلي الدواره فيها الشحم. من بعد زدت عليها طوماطيس تاني مطحونه، ويعني طوماطيس تاع الحبه، ومن بعد ربيت تاني حباتهم تكون مليحه، وزدت مباشره الدواره المصارين بالكرشه يعني مقطعين ومقطرين من الماء وكاع، زدتهم للخليط تاعي، وزدت لي زيبيس. درت شويه زعفران، شويه فلفل اسود، شويه سكنجبير والملح طبعا. ودرت تاني شويه ثوم مطحون، وحبات اللي راكم تشوفوا فيهم تاع الكبابه يعطوا بنه شابه بزاف للدواره. درت الحمص، حمص هذا طايب زعما فيها والو، كنديره يزيد يطيب، والمعدنوس، ومرغت بالماء حامي يعني الماء طايب. ما نكترش الماء لخاطرش ما غادي ندير معاها لا بطاطا لا والو، راني باغيتها كيما راها تجي بلاصوص عاقده. وبلعت لاكوكوط تاعي، نشوفوها بعد ما طيب. شوفوا كيفاش جات دايره كيما راكم تشوفوا، يعني المقادير بسيطه والطريقه سهله، وتجي شابه بزاف وتجي بنينه ويجي الروا تاعها عاقد. جربوا هاد الطريقه ورايحه تعجبكم. ما بقى لي نقولكم مع السلامه وتهلاو في رواحكم.